السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. مرحبا بكم في القناة. نروحو للموضوع مباشرة. قبل ما نبداو الجام والاشتراك في القناة ما تنسوش. موضوع اليوم كما شفتوا في عنوان كاين خبر جديد حول القضية ولا القصة تاع هاد العائلة اللي فريدة من نوعها، اللي أبهرت الشعب الجزائري. اللي ما شاف الحكاية نهضروا على الحكاية باختصار ونروحو نهضروا على الجديد. هذه العجوزة عندها كنتها ولا كما نقولوا عروستها جابتها من ولاية نعامة إلى ولاية مستغانم، يعني داتها كنا في مستغانم. خرجت لها كنا حليلية عندها ولدها، لكن لسوء يعني ما نقولوا سوء الحظ، ولكن نقولوا لي يعني القدر والمكتوب كتب أنه هذا الشيبانية. الزوج تاعها يمرض بمرض السرطان تاع الأمعاء، عندهم زائده يعني لحميه، وهذيك اللحمه ترجع كونسير، عافانا الله واياكم. ومع الوقت هذاك الولد تاعها، يعني ولد هذه الشيبانيه تاني يحكمه نفس المرض تاع الكونسير هذا، ويتوفى بعد ما الزوجه تاعها تجيب له ولد. يعني كانت تعاني بزاف، والحاجه اللي تشوكيكم اكثر هذا المرض ولا وراثي. حتى الاخت تاع ولا بنت هذه الشيبانيه فاتحه، حتى يعني بنتها كي ولدها زوج تاعها الاولى توفى، الزوج تاعها توفى، ومن بعد قلت لكم الابن تاعها توفى بنفس الكونسير، ومن بعد كذلك بنتها حكمها هذاك الكونسير. قلت لكم كانت عايشه معاها، وكانت معاونتها فيه، كتشد لها ولدها وهي تروح يعني تجري بزوج تاعها، يعني العروسه تاعها. الى غايه تصوير هذه الحصه اللي جازت في التلفزيون. الطفله خيره كانت يعني فيها كذلك مرض السرطان، مع الوقت حتى الشيبانيه وحكمها الكونسير في راسها. كنتها رجعت لبلادها في النعامة باش ترفد خواتاتها، على خاطر الام تاعها وصاتها على خواتاتها، لانه الام تاعها توفت كذلك بالسرطان في نفس الوقت اللي حكم زوجها فيه السرطان. هذه العروسه ولا عروسه هذه فاتحه عقلت على الخير تاع جوزتها، على خاطر كما قلت لك هي ما كانت تعرف والو. كي تزوجت علمتها القطيان، علمتها الطياب، علمتها كلش من الزيرو. عمرها ما صغرت منها ولا احتقرتها، عمرها ما يعني اداتها، قاعده عاقله على الخير تاعها. حتى كي مرض الزوج تاعها وقفت معها، شدت لها ولدها وخلتها تجري يعني مع المرض وكامل. وكذلك حتى الام تاعها من حكمها الكونسير استقبلتها عندها في الدار، يعني كانت ساكنه مع جوزها وجابت امها عندها، حتى اللي كما نقولوا حتى اللي ربي ادى امانه تاعه. قاعده عاقله على هذاك الخير وجات كرمتها في هذه الحصه. العجوزه تاني استقبلوها، فرحت بكنتها، يعني بزاف ناس فرحوا بهذه العلاقه تاع هذو زوج عروسه وكنا. فرحوا بالعلاقه اللي بيناتهم، لانه شافوها شغل نادره. كرمتها شكرتها، حتى الحفيد تاعها يبغيها بزاف وما حرمتهاش منه. المهم كانت علاقه طيبه. شوفوا اراء الناس بالخوف، ونشوفوا الخبر والمستجدات الجديده. شوفوا هذه كانت العجوزه اللي تتمناها كل بنت، هي خالتي فاتحه، ربي شافيها خلاتها تروح لدارهم ورفدت امها. والله ما كان اللي تديرها، كاين اللي ولدها حي وطردت كنتها. يجوا صحاح اهل العروس ويحطوا منهم العين. رفدت لها امها مريضه، وزادت رفدتها بالدراهم هي وولد ولدها. ما سمحتش فيهم، ما دارتش فيها الجمايع من دار لدار، وقالت لهم دات لي ولدي وولد ولدي وما رفدتنيش. كاين اللي بصحتها وتعاير الكنه تقول لك ما رفدتنيش، تبغيها تسمع في كل شيء وترفدها هي. والله ان شاء الله ربي يكتب لها عمره ولا حجه. راكم تشوفوا باللي استغربوا من يعني هذه العجوزه ما كانتش انانيه، تخمم غير في روحها، وكانت يعني نعم الجده ونعم العجوزه. في نفس الوقت قلت لكم باللي حتى هي شكرتها وقلت لها باللي روحي عاودي حياتك، وعادي جدا. ويعني كانت علاقه ما شاء الله. الحاجه الجديده في هذه الحكايه انه في هذا اليوم، يعني اليوم الجمعه، توفات خيره بنتها، يعني اللي كانت مريضه بالكونسير اليوم توفات، ربي يرحمها. عجوزه ما بقات يعني وحيده ساكنه وحدها، وحتى هي راهي مريضه بالكونسير في راسها. احنا نطلبوا لها الشفاء، ربي يشفيها ويعافيها يا رب العالمين. كان هذا هو خبر اليوم. في الاخير نقول لكم ديروا جيم للفيديو واشتركوا في القناه فضلا وليس امرا، بلا ما تنساو تفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد.